واخيرا بن شرقي في النادي الاهلي. رسميا بن شرقي ينضم للنادي الاهلي بشكل رسمي النهارده. ضربه قويه جدا 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 من النادي الاهلي، بجد والله العظيم. يعني الواحد بجد فرحان، يعني الاهلي يجيب لعيب كبير زي بن شرقي، وان شاء الله باذن الله تكون صفقه كويسه. ولكن يعني اعتقد ان هي ضربه قويه جدا لمجلس اداره نادي الزمالك. يعني فشل ذريع لإدارة نادي الزمالك في كل الملفات بصراحة، يعني كل حاجة فشلوا فيها بجد. يعني صفقة قوية جدا، صفقة ضربة قاضية زي ما بيقولوا. أشرف بن شرقي لعيب كبير ولعيب راجل، والنادي الأهلي أعتقد مكسب كبير جدا للنادي الأهلي، وضربة قوية لمجلس إدارة نادي الزمالك اللي فشل في كل حاجة. يعني أعتقد يعني مجلس إدارة نادي الزمالك فاشل بصراحة بكل المقاييس، يعني بأمانة. ومحدش يزعل، يعني محدش يزعل من الكلام ده لأن هو كلام حقيقي بجد والله العظيم. يعني صفقة قوية جدا للنادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله هنشوف إيه اللي هيحصل الأيام الجاية، وهنشوف إيه اللي هيتم مع اشرف بن شرقي جوه النادي الاهلي. وان شاء الله بنتمنى ليه كل التوفيق، وانه ان شاء الله باذن الله يكون قد المسؤوليه طبعا الكبيره بتاعه الانضمام لفريق النادي الاهلي. وطبعا الزمالك دلوقتي الزملكاويه كلهم دلوقتي بيعيطوا على اشرف بن شرقي بن قلبي بجد والله العظيم. يعني مبروك مبروك الف مبروك، وفشل اداره نادي الزمالك.